ازاي اكون سعيدة، وايه هي العادات اللي لو اتبعتها يوميا هعيش سعيدة ومرتاحة البال، وايه هو اصلا مفهوم السعادة بالنسبة لي، وازاي اسعد نفسي بنفسي. يا صباح الورد او مساء الفل على حسب التوقيت اللي هتشوفيني فيه. جمعة مباركة عليكم جميعا ان شاء الله. احلى اخوات واجمل مامس في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير. بشكركم على دعمكم ومحبتكم ليا، وربنا يديمكم نعمة في حياتي. الفيديو بتاعنا النهاردة عن السعادة. ازاي اكون سعيدة وراضية بحياتي وبالعيشة بتاعتي واكون مبسوطة في نفس الوقت. بس قبل ما نبدأ وكالعادة نسلم ونصلي ونبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ايه هي العادات اللي يوميا لازم نتبعها علشان نعيش في سعادة وراحة بال؟ يلا بينا. العادة الأولى وهي التخلي. عايزاكي تتخلي عن أي حاجة بتضايقك وبتضايق نفسيتك. تخلي عن ناس بعينها، عن أصدقاء، عن أي حد بيخلي نفسيتك مش كويسة. تخلي عن عادات وتقاليد غلط انت كنت بتعمليها. أول ما قريت عن التخلي اكتشفت إنه حاجة جميلة قوي، بس تنفيذه صعب في نفس الوقت. بس الحمد لله أخدت قرار إن أطبقه. قررت أتخلى عن حاجات كتير كنت بعملها بعدم وعي. وده بعد تأجيل كتير برضو. عايزة أقول لكم إنه قرار مش سهل، بس بعد ما طبقته اكتشفت نفسي من أول وجديد، وعرفت الحاجات اللي بتبسطني وتخليني سعيدة، وإيه التفاصيل اللي لما بركز عليها شعور بالسعادة والراحة. في حين اننا احنا في اوقات كتير بنكون متضايقين، فهنلاقي ناس علشان تبسط نفسها بتنزل تشتري ليها حاجة جديدة، وفي ناس تانية علشان تبسط نفسها تاكل كتير على امل انها تبسط نفسها. فبنلاقي نفسنا ما انبسطناش ولا اي حاجة. ولكن عايزة اقول لكم ان مفهوم السعادة هيتغير عندنا لما نبدأ نتخلى عن حاجات كتير قوي في حياتنا مضايقانا ومش مظبطة نفسيتنا، وبتجيب لنا مشاكل كتير، زي التخلي عن أصدقاء، عن ناس، عن أشخاص بعينها كانوا مسببين لنا أذى نفسي أو مشاكل. التخلي كمان عن أفكار جايبانا ورا، مش مخليانا عارفين ناخد خطوة لقدام خالص. التخلي كمان عن عادات بنعملها غلط، عن خوف، أيوة، خوف إني أخد قرار تغيير نفسه أو أي قرار في حياتي. كمان التخلي عن إرضاء الآخرين، سواء كانوا على حساب سعادتي أو لإرضائهم هم شخصيا. عايزة أقول لكم التخلي يستحق إن احنا ناخده، وقرار هيساعدنا كتير إننا نكون سعداء في حياتنا. يعني ببساطة كده اعتزل ما يؤذيك. عايزاكي تقوليلي دلوقتي ايه اكتر حاجة جت في بالك وقررتي انك تتخلي عنها. العادة التانية وهي صلتنا بالله او العبادات وتقربنا لله سبحانه وتعالى. العادة دي هتفيدك بشكل كبير، خلي بالك في قرار التخلي. عايزة اقولك اصل اي تغيير في حياتنا وسعادتنا هي صلتنا بالله سبحانه وتعالى وتقربنا ليه. خدي قرار بانك تقربي من ربنا قوي. انا عارفة ان ضغوطات الحياة والمسؤوليات والهموم والمشاكل تقريبا واخدة أغلب أوقاتنا، ولكن صلتنا بربنا وتقربنا ليه هي دي الوسيلة الوحيدة اللي هتنجينا من كل ده، وهتفتح لنا الأبواب المغلقة إن شاء الله. من تقدم إلي شبرا تقدمت إليه ذراعا. صلتك بالله الكويسة هتحسن صلتك بنفسك وباللي حواليكي وشغلك وبيتك وأسرتك، حتى لو كنا في أزمات أو ابتلاءات، اللي هي طبعا اختبارات. احنا فعلا مطمئنين ان الابتلاءات دي جاية علشان تعلمنا حاجة، وهنكون مش شاغلين بالنا بالابتلاء قد ما هنقول يا رب اكيد في حكمة من كده. فأهم حاجة خلي صلتك بربنا قوية. رقم 3 أو العادة رقم 3 وهي الاهتمامات. اهتماماتك ايه الحاجة لما يكون عندك وقت فاضي بتعمليها؟ وايه هي الحاجة اللي لما بتكوني متضايقة ونفسيا مش متظبطة بتعمليها؟ ايه الحاجة اللي بتبسطك، اللي بتنسيكي كل مشاكلك؟ ايه الحاجة اللي بتشحنك؟ ايه الحاجة اللي بتروحي لها غير طبعا ربنا وبتكوني مرتاحة؟ هو اكيد اهتماماتنا كتيرة قوي، بس مع مرور الوقت والمواقف الصعبة والمسؤوليات بننساها. فعايزاكي تدوري دلوقتي على اهتماماتك ايه، وايه الحاجة اللي بتخليكي سعيدة، واول لما تحسي ان عندك وقت فاضي استغليها وساعدي نفسك بيها.
العادة رقم 4، العادة دي مهمة جدا ولازم نخلي بالنا منها شوية، وهي الأصدقاء. تواجد ناس في حياتنا بيحبونا وبنحبهم دول أساس السعادة، بدون تصنع بقى ومجاملات. دول الناس اللي بنبقى على طبيعتنا معاهم، دول الناس اللي هم كمان بيكونوا على طبيعتهم معانا، ما بيكونش في بينا تكليف. وعايزة أقولك دول في حياتنا بيبقوا رزق زي حاجات تانية كتير قوي. اوقات كتير في ناس ربنا رزقهم بصحبة صالحة، صحبة فعلا بتقربها لربنا، ولكن في ناس تانية لأ، في حياتها صحبة غير صالحة غير سوية، وبتبعدها عن ربنا وبتجيب لها مشاكل. فانتي لازم تقولي لأ للناس دي، ودوري على ناس شبهك، صداقات تنفعك وتسعدك في نفس الوقت. لان فعلا الصحبة الحلوة والقعدة الحلوة مع ناس بنحبها وبنضحك من قلبنا، مفيش تصنع ولا تنمر، طبعا بنبقى مبسوطين معاهم، فده فعلا رزق من ربنا وسعادة لينا. ولو هتقولي مش لاقية أصدقاء ولا ناس شبهي، واحنا بقينا في زمن صعب والناس كلها بقت وحشة ومحدش بيحب حد، فخلاص ما تخافيش انك تكوني وحيدة، تكوني وحيدة على طبيعتك ومش لابسة قناع، افضل بكتير انك تكوني مع شلة لابسة اقنعة، وتكوني بعيدة عن نفسك وعن اخلاقك، وده شعور بيبقى وحش جدا ومش هيجلب ليكي اي سعادة صدقيني. العادة رقم 5، وهي ازاي اهتم بذاتي، ودي عادة سهلة وبسيطة جدا، بس من خلالها والله هتحسي بسعادة كبيرة قوي. كوباية الشاي اللي بشربها دلوقتي او اي مشروب بحبه بكون سعيدة وانا بقدمه لنفسي، في اي مج بقى او كوباية عادية شفتها عجبتني واشتريتها لنفسي، ومش شرط على فكرة تكون غالية، لا بالعكس خالص. يعني الراحة اللي اخدتها بعد تنظيف البيت او مذاكرة مع الاولاد او بعد شغل طويل، قعدت مع نفسي شوية، اتفرجت على حاجة او قريت شوية، عملت ماسكات لبشرتي، اهتميت بجسمي، اهتميت بشعري بلبسي، اكلت حاجة حلوة حتى لو شوكولاتاية بسيطة، كلمت حد بحبه ودردشت معاه، كمان لو نزلت اشتريت حاجة ليا حتى لو كانت بسيطة، او في مسلسل بحبه اتفرجت عليه، وكمان لو قريت الورد اليومي بتاعي، قعدت مع نفسي كده. كل ده اهتمام بذاتي. لازم وضروري يبقى في وقت ليكي انتي خاص بيكي علشان ترتاحي فيه، علشان تقدري تكملي. وطبعا كلامي ده بوجهه للأمهات، لان طبعا بتصدم لما تيجي امي تقولي طب هعمل كل ده لنفسي، طب والولاد؟ لا دي حجة حضرتك احنا كلنا بنقولها، الاهتمام بنفسك ومزاجك وصحتك ده هيخليكي تكملي وتشحني علشان كل المسؤوليات اللي فوق دماغك. خلي عندك ثقة بنفسك وتقدير لنفسك، لان الام عمود البيت، لو انهار العمود ده انهار البيت كله. فخليكي فاكرة صحتك ونفسيتك، ان كل ده هينعكس على البيت سواء بالسلب او الايجاب. العادة رقم 7، وهي عدم المقارنة. المقارنة يعني بصوا مدمرة، حقيقي مدمرة. مش احنا بنتكلم عن السعادة؟ طيب انتي بس لو رضيتي بحياتك وبصيتي لتفاصيلك هتكوني مبسوطة وسعيدة باللي ربنا اداهولك، وهتقولي الحمد لله قوي على كل النعم اللي انت فيها، بتقولي اتمنى يا رب انك تبارك لي فيها. ولكن اول بس ما ابدا ابص لغيري تلقائي كده مش هحس بالرضا، لان اللي عند الناس مش عندي، وهبتدي بقى اشغل بالي باللي عند غيري. دي عندها شقة وعربية وانا مش عندي، دي عندها اولاد وانا مش عندي. وساعات والله بتبقى المقارنة كمان على نوع الاولاد وعددهم. يعني على سبيل المثال دي عندها صبيان وانا عندي بنات، او العكس دي عندها 3 وانا عندي واحد بس، طفل واحد بس. دي بتلبس، دي بتخرج، دي كل يوم بتغير عفش وتغير شقة وعربية، لا دي جارتي بتسافر، دي بتروح، دي بتيجي، دي كل يوم اكل وشرب مختلف.
عايزة اقولك انت اكتر واحدة هتتعبي، ودايما هيبقى عندك شعور بالنقص في كل حاجة، ومش هتكوني راضية عن كل حاجة في حياتك. فأولا عايزة أقولك إن حياة كل حد فينا مختلفة مش زي التانية، لأن ربنا عدل وحكيم ومدي لكل واحد فينا ال24 إيراد بتوعه، ومدي كل واحد الحياة اللي تنفعله، ودي أرزاق وربنا مقسمها لكل واحد فينا. انتي ما تعرفيش الناس اللي معاها فلوس كتير دي وشقق وعربيات وحياتها عاملة ازاي. ممكن يكونوا مش مبسوطين مش راضيين، ممكن يكونوا فيهم ابتلاءات وأمراض بس هم مداريين. فارضي باللي ربنا قاسمهولك علشان تكوني سعيدة ومبسوطة في حياتك. العادة الأخيرة والخلاصة وأجمل ما في الفيديو النهاردة التسبيح والاستغفار والإكثار من الصلاة على النبي وذكر الله والتقرب لله سبحانه وتعالى. بجانب العادات اللي قلتلك عليها دي إن شاء الله هتكوني مرتاحة وسعيدة، وعايزاكي ما تشغليش بالك بحياة حد، وخليكي في حياتك وهتحسي بالفرق صدقيني. حتى لو بتمر علينا أحداث صعبة من وقت للتاني قولي الحمد لله على كل حال. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في قناتي المتواضعة علشان تشجعوني. بحبكم، مع السلامة.